في قرية صغيرة على ضفاف ترعة قديمة. حكاية غريبة حصلت بجد، محدش كان بيصدقها أبدا. حكاية لسه لحد النهاردة أهل القرية ما يقدروش ينسوها. وكل ما حد يجي يسأل عن الترعة دي يقولوا له بلاش بلاش تقرب منها. الحكاية دي بدأت مع عم منصور، راجل كبير في السن طيب، عايش عمره كله قريب من الترعة، ما يعرفش غير السنارة والشبكة، شغلته الوحيدة هي الصيد. راجل غلبان، كان بيقعد كل فجر على الحجارة الكبيرة اللي قدام الترعة، يرمي السنارة أو الشبكة ويستنى رزقه. ولكن اللي حصل بعد كده غير كل حاجة في القرية للأبد. كان يوم جمعة والشمس ما كانتش لسه طلعت، والجو كان بارد وقتها والدنيا مليانة ضباب. عم منصور نزل زي كل يوم بشنطته الصغيرة اللي فيها السنارة والطعم والشبكة. كانت المية هادية. قعد عم منصور على الحجر اللي بيقعد عليه كل مرة، بدأ يرمي السنارة ويبدأ يقرأ قرآن بصوت خفيف لحد ما السنارة تغمز، زي ما اتعود يعمل كل يوم. كانت حياته بسيطة ومليانة بركة، ما بيأذيش حد ومحدش بيأذيه. بعد حوالي ساعة فجأة لقى حاجة عمالة تتحرك في المية قدامه. فكر في الأول إن دي سمكة كبيرة أو حاجة، فرح أوي واتبسط وقعد يدعي في سره يا رب يكون سمك كتير النهاردة. ولكن لما الحاجة دي قربت أكتر لون وشه بدأ يتغير. كان حاجة لونها أبيض، كان جسم، كان طفل. عم منصور وقف بسرعة، السنارة وقعت من إيده وبدأ قلبه يتقبض. طفل صغير كان عايم على وش المية، وشه لونه شاحب زي الشمع وعيونه مقفولة وهدومه بايظة من المية. عم منصور صرخ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. جري بسرعة لأهل القرية وبينده عليهم الحقونا، الحقونا في طفل غرقان في الترعة. أهل القرية كلهم اتجمعوا وجم جري، رجالة وستات وأطفال كلهم كانوا خايفين ومذعورين. العمدة أول واحد وصل، كان مع عم منصور. أول ما شاف الجثة قال ده ولد أحمد النجار. أم الطفل أول ما شافته فضلت تصوت، وقعت على الأرض وهي بتصرخ يا ولدي، يا ولدي، يا نور عيني، ازاي ده حصل؟ كان منظر مؤلم، والكل كان واقف مش عارف هو بيقول ايه ولا بيعمل ايه. أحمد النجار أبو الولد كان واقف زي التمثال مش مصدق اللي شافه. الطفل كان عنده 7 سنين، كان بيلعب امبارح مع العيال في الحوش وكان بيضحك ويجري. فجأة اختفى. طلعوا الجثة من المية وشالوها للبيت، والناس كلها كانت واقفة حوالين أحمد ومراته بيحاولوا يعزوهم ويهدوهم. الشيخ إبراهيم إمام المسجد قال دي إرادة ربنا والله يصبركم، الولد ده دلوقتي في الجنة إن شاء الله. دفنوا الولد بعد صلاة الظهر. كانت جنازة حزينة، كان أهل القرية كلهم موجودين، والكل كان بيدعي للولد وأهله. دفنوه في مقابر القرية، كل واحد قرأ الفاتحة على روحه وروح بيته. عم منصور تاني يوم قعد في البيت مش عارف يروح الترعة تاني يصطاد. كان الموقف مؤثر عليه جدا، كان بيفكر في الولد طول الوقت وازاي شافه عايم على وش المية كده. مراته قالت له يا منصور ما تخليش الحادثة دي تأثر عليك، ده قضاء وقدر وانت ملكش ذنب في اي حاجة. ولكن عم منصور عارف انه لازم يرجع يشتغل، عياله عايزين ياكلوا والصيد ده مصدر رزقه الوحيد. فقرر انه يرجع الترعة تاني، ولكن يغير المكان، يروح مكان تاني بعيد شوية عن المكان اللي لقى فيه الولد. فجر اليوم التالت نزل عم منصور للترعة، ولكن المرة دي راح لمكان تاني، يعني على بعد حوالي 500 متر من المكان اللي شاف فيه الولد. كان لسه قلقان ومضطرب، ولكن كان محتاج يشتغل طبعا. رمى شبكته وقعد يقرأ قرآن زي كل مرة ويدعي ربنا إن محدش يتأذي تاني. فات حوالي ساعتين والشمس بدأت تطلع والدنيا بدأت تنور. عم منصور كان مركز في الصيد قوي، لحد فجأة شاف حاجة بيضة عايمة على الوش تتحرك في المية قدامه من بعيد. أول حاجة فكر فيها إن ده شوال فاضي أو كيس بلاستيك، ولكن لما الحاجة دي قربت كان قلبه هيقف. ده ده نفس الطفل، نفس الولد اللي لقانا امبارح، بنفس الهدوم ونفس الوش. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. عم منصور صرخ وجري ناحية القرية وهو بيصرخ مش قادر. الولد، الولد رجع تاني، الولد رجع. لما أهل القرية سمعوا عم منصور بيصرخ كده في الأول افتكروه إنه اتجنن من الصدمة. عم أحمد والد الطفل قال له بحدة أنت بتقول إيه يا عم منصور؟ الولد مات واتدفن، إحنا دافنينه بإيدينا. ولكن عم منصور كان بيترعش من الخوف وهو بيقول له والله العظيم، والله العظيم أنا شايفه بعيني، تعالوا معايا وشوفوا بنفسكم. مجموعة من الرجالة راحت مع عم منصور للترعة، وأول ما وصلوا لقوا فعلا جثة الطفل عايمة على وش المية.
كان نفس الطفل بنفس الشكل ونفس الملامح ونفس الهدوم. عم أحمد أبو الطفل خد مجموعة من الرجالة وجري بسرعة للمدافن، وأول ما وصلوا فتحوا القبر وما لقوش الولد. اتصدموا كلهم، القبر فاضي مفيهوش حاجة خالص. ازاي ده يا جماعة؟ احنا دافنينه امبارح بإيدينا. محدش كان مصدق. الشيخ إبراهيم كان واقف مصدوم وقال بصوت مهزوز كده: دي حاجة مش طبيعية، لا حول ولا قوة إلا بالله، ده مش طبيعي أبدا، يا رب سلم. من اليوم ده بدأت أحداث غريبة تحصل في القرية. عم منصور كان بيروح الترعة كل يوم، وفي كل مرة كان يلاقي نفس الطفل عايم على المية في أماكن مختلفة. مرة يلاقي الجثة ظاهرة على الشط، مرة في وسط الترعة، مرة بعيد ومرة قريب. أهل القرية بدأوا يقولوا إن عم منصور اتجنن وإن ده من تأثير الصدمة عليه. ولكن في يوم من الأيام واحد من الرجالة اسمه عم سعيد راح مع عم منصور للترعة عشان يشوف بعينه، وفعلا شاف الجثة بعينه. ده مش طبيعي يا عم منصور، ده سحر أو لعنة. عم سعيد قال له هو بيترعش من الخوف. من اليوم ده أهل القرية اتجمعوا عشان يشوفوا إيه اللي بيحصل وهل دي لعنة ولا إيه. بدأوا يشكوا في ناس كتير، كل واحد يشك في التاني. أم منيرة ست عجوزة ساكنة في أول القرية، الناس بدأت تشك فيها ويقولوا عليها إن هي كانت بتعمل سحر، لأنها معروفة إن هي بتعمل أعمال غريبة طول عمرها. بدأت الناس تخاف تقرب من الترعة. مرت أسابيع وعم منصور ما بقاش يروح الترعة خالص، قعد في البيت خايف ومرعوب. كان بيقول لمراته كل يوم: أنا ما بقتش أنسى منظر الولد، عينه مقفولة ووشه أبيض. ولكن في ليلة من الليالي سمع عم منصور صوت غريب جاي من ناحية الترعة، صوت زي صوت بكاء، صوت طفل صغير بيعيط. عم منصور أمن على السرير وبص من الشباك ولقى نور أزرق خفيف جاي من ناحية الترعة. مراته صحيت وقالت له: إيه يا منصور، إيه اللي مصحيك؟ قال لها: استني كده، اسمعي الصوت ده. سكتت شوية، مراته ركزت. فعلا، ايه صوت العياط ده؟ ده صوت طفل صغير بيعيط جاي من بره. يا الله، ده صوت الولد. مرات عم منصور قالت له: هي مذعورة. عم منصور لبس هدومه بسرعة وخرج من البيت، مشي ناحية الترعة مع انه كان خايف جدا. بس لما وصل للضفة لقى الولد واقف في المية، مش عايم زي كل مرة، لا، واقف على سطح المية زي ما يكون واقف على أرض بيمشي عليها. الولد كان واقف بيبصله وعينه مفتوحة، ولكن مش زي عينين البشر العادية، كانت عيون زرقاء مخيفة منورة في الضلمة. قال له: انت عايز ايه مني يا ولدي؟ كان بيقول له هو مرعوب. الولد رد عليه بصوت مخيف ومشوه: عايزك تيجي معايا تحت المية في البيت بتاعي. عم منصور جري بسرعة للبيت وقفل عليه الباب وقعد يقرأ قرآن طول الليل. تاني يوم عم منصور حكى للناس اللي حصل معاه، ولكن أغلبهم ما صدقوهوش طبعا، قالوا عليه إنه بيهلوس. ولكن الشيخ إبراهيم صدقه، قال له: يا منصور، الموضوع ده كبير، لازم نجيب واحد بيعرف في الأمور دي. جابوا الشيخ عبد الغني من القرية اللي جنبيهم، واحد معروف إنه بيعرف في السحر وطرد الجن. الشيخ عبد الغني لما سمع الحكاية قال: دي مش لعنة عادية، دي روح بتتعذب عايزة حاجة معينة. راحوا كلهم للترعة، الشيخ عبد الغني وعم منصور والعمدة ومجموعة من أهل القرية. الشيخ قعد على الضفة وبدأ يقرأ قرآن بصوت عالي. بعد حوالي نص ساعة ظهر الطفل في وسط المية، ولكن المرة دي كان بيصرخ صراخ مخيف، صوت عالي، كان شكله مرعب أكتر من أي وقت فات. الشيخ عبد الغني فضل مستمر في قراءة القرآن، والطفل كان بيصرخ أكتر وأكتر لحد ما فجأة اختفى خالص، والمية رجعت تبقى هادية تاني. خلاص، الموضوع انتهى بإذن الله. الشيخ عبد الغني قال لهم كده. أهل القرية فرحوا وشكروا الشيخ، وكل واحد راح بيته مبسوط إن المشكلة خلاص انتهت. فاتت أسابيع وعم منصور رجع يروح الترعة تاني. كان خايف في الأول، ولكن مع الوقت بدأ يطمن إن الموضوع انتهى فعلا. كان بيصطاد بشكل طبيعي والحياة رجعت للقرية زي ما كانت. ولكن في يوم من الأيام وعم منصور قاعد على الترعة بيصطاد، سمع صوت حد بيتنطط في المية ورا ظهره. لف بيشوف، لقى الطفل واقف وراه على الأرض، ولكن المرة دي الطفل كان مختلف تماما. كان شكله مرعب أكتر من أي وقت، جلده أزرق ومتعفن وعينه بينزل منها مية وريحة الموت بتطلع منه. مش خايف مني يا عم منصور؟ الطفل قال له كده وهو صوته مكسور زي صوت الغريق. عم منصور كان مذهول ومرعوب، صوته كان طالع بيترعش. انت عايز مني ايه يا ولدي؟
الطفل ضحك ضحكة مخيفة وقال له: مش عايز منك حاجة يا عم منصور، عايز اديك حاجة. فجأة الطفل مسك ايد عم منصور وايده كانت متجمدة زي التلج، وقال له: تعالى شوف اللي عملته انا في اللي قتلني، بص كده عملت ايه. الطفل مسكه من ايده ناحية الترعة وشاور على المية. عم منصور بص في المية ولقى منظر بشع. لقى سليمان ده عم الطفل، واقف في وسط الترعة، جسمه مربوط وعينه مفتوحة مليانة رعب، ولكن ما يقدرش يتكلم ولا يتحرك. عارف يا عم منصور، ده كان جاي يرمي الأدلة بتاعته في الترعة، فأنا جريته تحت المية وخليته يحس باللي أنا حسيت بيه لما قتلني. الطفل قال كده هو بيضحك ضحكات شيطانية. عم منصور حاول يجري، ولكن الطفل مسكه تاني وقال له: استنى معايا، في كمان حاجة هوريها لك. عم منصور بص ناحية القرية ولقى مشهد مرعب. لقى كل أهل القرية ماشيين ناحية الترعة زي المسحورين، رجالة وستات وأطفال، كلهم عينيهم زرقاء زي عيون الطفل، وكلهم ماشيين بشكل غريب زي الميتين. دول كلهم كانوا شايفينك وبيقولوا عليك بتهلوس، كانوا فاكرينك مجنون. دلوقتي كلهم هيجوا يشوفوني بعينيهم وهيفضلوا معايا في الترعة للأبد. عم منصور صرخ صرخة مخيفة: ايه ده يا ولدي، دول ناس أبرياء. الطفل بصله بصة مليانة شر وحقد: مفيش حد بريء يا عم منصور، كلهم شافوني وسكتوا، كلهم عرفوا اني مظلوم ومحدش ساعدني ولا اتحرك غيرك انت بس. فجأة أهل القرية كلهم وصلوا للترعة وبدأوا يدخلوا الترعة وينزلوا المية واحد ورا التاني من غير ما يتكلموا ولا كلمة، زي ما يكونوا في حلم مرعب. الستات والكبار والأطفال الصغيرين كلهم دخلوا جوه المية، كلهم ماشيين ببطء واحدة واحدة. عم منصور جري ناحيتهم وهو بيصوت: ارجعوا، بتعملوا ايه؟ ارجعوا، دي لعنة. ولكن محدش كان بيسمعه، كلهم كانوا زي المسحورين. وفي دقايق كل أهل القرية اختفوا تحت المية الهادية. الطفل ظهر قدامه آخر مرة ووشه كان عليه ابتسامة شيطانية مخيفة: شكرا يا عم منصور إنك ساعدتني، دلوقتي أنا مش لوحدي، معايا كل أهل القرية، كلنا هنفضل نعيش في الترعة هنا للأبد. عم منصور جري للقرية وفعلا لقاها فاضية خالص، كل البيوت فاضية، مفيش حد نهائي، حتى الحيوانات اختفت. فضل لوحده في القرية. قعد عم منصور في بيته يصوت وينادي، لكن مفيش أي حد رد عليه. فضل ينادي أيام وليالي لحد ما صوته راح من كتر الصويت والصراخ. وبعد أسبوع عم منصور اتوفى في بيته، مات من الخوف والصدمة. ولما الناس اللي في القرى اللي جنبهم جم يشوفوا ايه اللي حصل، لقوا القرية كلها فاضية، مفيش حد عايش فيها غير الأشباح. لحد النهاردة القرية دي فاضية، محدش بيقرب منها ومحدش يجرؤ يصطاد من الترعة دي تاني. ناس بيقولوا انك لو وقفت عند ضفة الترعة بالليل هتسمع أصوات أهل القرية وهما بيستغيثوا من تحت المية، وهتشوف عينين زرقاء بتطلع من المية وبتبصلك. وبيحكوا إن كل واحد بيحاول يصطاد من الترعة دي بيلاقي نفسه بيتشد لجوه المية وجوه خفية لحد ما يغرق وينضم لأهل القرية المسحورين. أما الطفل فلسه بيظهر أحيانا للي بيعدوا جنب الترعة، بيطلب منهم يساعدوه يطلع من المية، ولما يمدله إيديهم يجرهم معاه للقاع. وأهل المناطق اللي حوالين القرية بيحذروا ولادهم: متقربوش من الترعة الملعونة دي، وإياكوا تسمعوا لأي حد ينادي عليكم من المية، دي أرواح شريرة عايزة تاخدكم معاهم. دي كانت حكاية النهاردة، حكاية حقيقية، ولسه الترعة دي موجودة لحد النهاردة، ولسه الأرواح دي متعذبة مستنية أي حد يقرب منها عشان ياخدوه معاهم. لو عجبتك قصة النهاردة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة عشان فيديوهات تانية مرعبة زي دي. سلام.